السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم غادي نوجد معكم طاجين ديال الخضره. هنا خديت صدر ديال الدجاج وانتم تقدروا ديروا البلاصه اللي بغيتو. زدت عليه 4 كاس ديال زيت الزيتون وزدت الزيت العاديه صافي، وخديت 2 بصلات اللي هما موين قطعتهم جوينحات وجوج فصوص ديال الثوم. غادي نزيدهم على الدجاج وغادي نزيد عليهم الخرقوم ومعلقه صغيره ديال نص معلقه صغيره ديال السكينجبير ونص معلقه صغيره ديال الابزار والملحه على حسب الذوق. صافي، هنا خديت واحد المطيشه اللي موين قطعتها حتى هي جوينحات وغادي نزيدها على الطاجين، وخديت شويه ديال القزبر والمعدنوس صافي وخليتهم يتقلاو. هنا في الخضره خديت البطاطا والجلبانه والقرعه الخضراء والقرعه الحمراء، الزيتون وفليفلات والحمض مرقد. صافي غادي نزيد عليه 4 كاس ديال الماء وغادي نخليه على عافيه مهيله بزاف لمده ديال ساعه الا ربع ساعه ونص تقريبا. صافي، هنا من بعد ما وجد لي الطاجين ديالي جا واعر بزاف. هنا حطيت لكم واحد المقطع صغير من الكوتا اللي وجدت. الا بغيتوني نشارك معكم شي حاجه من هادشي اللي وجدت خليوها لي في التعليق ان شاء الله وغادي نحطها لكم. هنا كنوريكم الكيك المعتمد عندي. هنا غادي توجد معكم ماما الحريره ديال ماما لا يعلى عليها. خدات 1 كيلو ديال المطيشه اللي سلقاتو نص سلقه ونقاتو وطحناتو، قزبر معدنوس وكرافس اللي طحناتهم، بصله حتى هي طحناتها بصله كبيره. هنا العدس اللي نقاتو وغسلاتو مزيان. صافي، وهنا خدات الحمص. ماما ما كتبغيش دير الحمص بالجلوف ديالو. هنا خدات الطروفه ديال اللحم ديال الغنمي، وهنا الحمص اللي نقاتو من الجلوف وفركاتو مزيان وغسلاتو. صافي، وفي العطريه غادي دير معلقه ديال سكينجبير وخرقوم والبزار والملحه على حسب الذوق والسمن. صافي، وغادي تزيد عليهم الزيت العاديه تقريبا 1-2 معالق كبار. صافي، وغادي تشعل على البوطه النار اللي كتكون ماشي زايده وماشي ناقصه، عاديه، لمده تقريبا ديال ساعه الا ربع. هنا راه زادت الماء وسدات عليها. صافي، هنا من بعد ما وجدات غادي تزيد عليها مطيشه ديال الحك وغادي تخليها 5 دقائق كتغلي، وعاد غادي تزيد عليها الطحين مع الماء وغادي تدورها. ما كتجيش ثقيله وما كتجيش جاريه، كتجي عاديه. صافي، هنا من بعد ما زادت الطحين كتبقى تحركها مزيان باش ما يلصقش داك الطحين في الارضيه ديال الطنجره. صافي، غادي تخليها تغلى لمده ديال 10 دقائق على الاقل. وهنا غادي تاخد الشعريه اللي هي رقيقه بزاف. ما كديرش ماما هذيك الشعريه اللي كتكون غليظه شويه، كتعجبها الشعريه اللي رقيقه بزاف ديال السفه. من بعد ما كتغلي الحريره مزيان صافي غادي تزيد عليها الشعريه اللي هي رقيقه. كنتمنى تجربوا الحريره ديال ماما، والله كتجي زوينه بزاف. وهنا بغيت نذكركم اللي مازال ما مشتركش عندي في قناتي كنتمنى يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وخليو لي شي تعليق زوين بحالكم. صافي، هنا من بعد ما زادت الشعريه غادي تعاود تخليها تغلى واحد المده. هنا راه ديجا اختي مشات كتوجد المسمنه ديال الشحمه، 2 مسمنات ديال الشحمه اللي كبار وجداتهم وصيفطاتهم للفران.
باش غادي نقدموهم مع الحريرة. انا غنحط لكم واحد الفيديو هنا ديال المسمنات، ها هما كيفاش جاو، ما شاء الله جاو واعرين بزاف. بغيت نقول لها الله يعطيك الصحة وشكرا بزاف، انا راه هي كانت عارضة علينا. كتقطع معاكم باش توريكم، جا مورق وبنين بزاف. وصافي هنا من بعد ما وجدت الحريرة ديالنا كتكون على هاد الشكل، جات واعرة بزاف بزاف ما شاء الله. هنا ماما راه كتكب لينا في الحريرة، راه كنا بزاف ما شاء الله اللهم بارك. صافي هنا راه ديجا وجدنا داكشي اللي غادي نحطو مع الحريرة، حطينا الشباكية والتمر وقطعنا المسمن ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي وما نكونش طولت عليكم، وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا، وكنبغيكم بزاف.